شباب تالتة إعدادي، أهلا بكم في الفيديو الثالث من فيديوهات المراجعات النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية. والنهاردة هنحل مع بعضينا محافظة الإسكندرية. بص بقى، أنت خلاص عرفت وحفظت زي اسمك إن كل امتحان من امتحاناتنا في الدراسات الاجتماعية أول سؤال بيبدأ بيه هو سؤال الخريطة. مكتوب أرقام على الخريطة، مطلوب منك تقولي إيه هو معنى الأرقام دي. رقم 1، الخليج اللي موجود هنا في غرب قارة أفريقيا. في غرب قارة إيه؟ أفريقيا. الخليج ده إحنا كنا بنسميه خليج غينيا. خليج إيه؟ غينيا. طب تمام. طب أنا لو جيت هنا وقلت لك لأ مش خليج، قلت لك محيط، تبقى المحيط الأطلنطي. طيب 2، أولى القارات في إنتاج محصول الذرة. دي قارة إيه؟ دي قارة أمريكا الشمالية. دي قارة إيه؟ أمريكا الشمالية. طب دي قارة إيه؟ أمريكا الجنوبية. طب دي قارة إيه؟ دي قارة أوروبا. 3، دولة بها مراكز صناعية حديثة. دولة فيها مراكز صناعية حديثة. الدولة اللي هي اسمها اسم نفس القارة. الدولة ديت اسمها ايه؟ اسمها استراليا. اسمها ايه؟ استراليا. تمام. 4، نوع الراعي السائد في المنطقة رقم 4. هنا المنطقة دي علشان تبقى فاهم، دي منطقة احنا سميناها من الترم اللي فات سهول سيبيريا. سهول سيبيريا ديت مجموعة من الأراضي بتيجي في فصل الشتاء وبتتجمد. في فصل الشتاء بيحصل فيها ايه؟ بتتجمد. فهي لما بتتجمد النباتات بتتجمد والمية بتتجمد وكل حاجة بتتجمد. كل حاجة بتتجمد. طيب، معنى كده الراعي ما هوش تجاري وما هوش هدفه الإنتاج التجاري الضخم. يبقى الراعي اللي موجود هنا هو الراعي الإيه؟ راعي بدائي. راعي إيه؟ راعي بدائي. الظروف المناخية هي اللي خلته يبقى بدائي، لأن بتيجي في فصل الشتاء كل حاجة، مفيش مية مفيش أكل مفيش أي حاجة، فهو بيبقى راعي بدائي. اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ. يعتبر نبات الشاي من النباتات دائمة الخضرة وموطنه الأصلي شرق أفريقيا. غلط، لأن النبات موطنه الأصلي في شرق آسيا مش في شرق أفريقيا. ترتبط تربية الأغنام بالمراعي التجارية الواسعة. يعني إيه؟ يعني أنت ما ينفعش تربي أغنام إلا في المراعي التجارية الواسعة. لأ، أنت في مناطق تانية بتربي فيها، أي حد يقدر يربي أغنام، مش شرط تكون مراعي تجارية واسعة، لكن الأفضل طبعا ولو عايز إنتاج ضخم وعايز كتير قوي تبقى في المراعي التجارية الواسعة. كان الفحم يشكل عماد الثورة الصناعية أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. يعني إيه؟ يعني في آخر القرن التمنتاشر الميلادي لما بدأت الثورة الصناعية. لما بدأت إيه؟ الثورة الصناعية. كان أساس الثورة الصناعية واللي قايمة عليه الثورة الصناعية أساسا، هل هو كان الفحم؟ طبعا الكلام ده مظبوط 100%، إن ده أول مصدر طاقة حفري اعتمد عليه الإنسان. يعد النشاط الزراعي قمة الأنشطة الاقتصادية المتطورة. طبعا لو انت مركز معايا في الفيديوهات اللي فاتت هتقولي 100% غلط. ليه؟ لأن النشاط اللي بنقيس بيه تطور الدولة وقوة الاقتصاد في الدولة هو نشاط الصناعة مش نشاط الزراعة. تعد أوروبا أولى قارات العالم إنتاجا للطاقة النووية ثم تليها أمريكا الشمالية. الطاقة النووية بقى اللي هي المفاعلات النووية والطاقة اللي هي ما بتنتهيش والطاقة اللي عمرها ما بتخلص، أول قارة بتنتجها هي فعلا أوروبا. يبقى أول نص السؤال صح، وبرضه اللي بعدها أمريكا الشمالية، يبقى الاتنين صح، يبقى السؤال كله إيه؟ صح. بما تفسر توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي. ليه العالم بدأ يستبدل الفحم والبترول بالغاز الطبيعي؟ يعني إيه هي الميزة اللي موجودة في الغاز الطبيعي هتخليه ياخد مكان الفحم والبترول مع بعض؟ هقول لك أنا. أول ميزة موجودة في الغاز الطبيعي إن هو رخيص. إن هو إيه؟ رخيص التمن. التمن بتاعه أقل من سعر البترول. طب تمام. تاني حاجة بتميز الغاز الطبيعي إن هو سهل النقل. سهل إيه؟ نقله أسهل من البترول. الحاجة اللي بتميز الغاز الطبيعي غير إن هو رخيص وغير إن هو سهل النقل إن أنت بتقدر تستخدمه في الاستخدامات المنزلية ووقود كمان للسيارات. يعني الغاز شغال معاك في أي حاجة، مش هيقولك لأ. عشان كده بدأنا نعتمد عليه أكتر ونحاول نخليه مكان البترول.
يزرع قصب السكر في كل قارات العالم ما عدا أوروبا. السؤال ده حليناه هو في أول امتحان محافظة القاهرة. خلي بالك الامتحانات كلها بتتكرر، يعني أنت لو حليت واحد هتقدر تحل كله. ليه ما بيتزرعش في قارة أوروبا؟ بسبب وقوع أوروبا في المناطق المعتدلة. بسبب وقوع أوروبا في المناطق الإيه؟ المعتدلة. لأن أوروبا تقع في المناطق المعتدلة، أو لأن أوروبا ما فيهاش ظروف الزراعة المناسبة لقصب السكر. زيادة معدل الاستهلاك العالمي من اللحوم. إيه ده؟ هو ده الامتحان بيتكرر برضه. قلنا ليه الناس بتستهلك كميات كبيرة من اللحوم؟ بسبب أول حاجة زيادة عدد السكان، لأن الناس بقت أكتر، فكمية اللحمة اللي احنا بنستخدمها يبقوا أكتر. لما أنت جبت 10 مثلا و100، مين اللي هيستهلكوا لحوم أكتر؟ 100. يعني كل ما عدد السكان بيزيد كل ما الاستهلاك بيزيد. والسبب الأهم بسبب ارتفاع مستوى المعيشة، الناس بقت أغنى، بقى معاها فلوس أكتر. اللي كان بيجيب لحمة يوم بقى يجيب لحمة كل يوم. يبقى بسبب زيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة. من الدول الرئيسية المصدرة للأسماك، قلنا عندنا 3 دول رئيسية بتصدر الأسماك لكل حتة في العالم. طبعا كان أولهم الصين. بعد الصين جت عندنا الدولة المهمة المشهورة أوي، بس خلي بالك احنا هنا بنتكلم عن التصدير. يبقى الصين والنرويج، ومن بعدهم تايلاند في التصدير. موجودة عندنا من التلاتة هنا النرويج. طب لو قلنا في الإنتاج، أي هما أكتر الدول اللي بتنتج الأسماك؟ طبعا الصين وأندونيسيا والولايات المتحدة. لكن الدول اللي بتصدر الأسماك الصين والنرويج وتايلاند. خام تصدره دولة موريتانيا إلى الدول الصناعية المتقدمة. مادة خام موريتانيا بتستخرجها وما بتعرفش تعمل بيها حاجة، فبتبيعها زي ما هي كده. طبعا هي البوكسايت. البوكسايت بعد كده بيتحول لألمونيا، بس لازم عشان يتحول لألمونيا يبقى عندك خبرات علمية، لازم يبقى عندك طاقة كهربائية وآلات ومعدات. موريتانيا ما عندهاش الكلام ده، فبتبيعه مادة خام زي ما هو. تشترك الزراعة الكثيفة والتجارية في زراعة محصولي. يعني إيه بقى؟ يعني أنت عندك الزراعة الكثيفة والزراعة التجارية. أنت عارف إن شروطهم والأماكن اللي بيتزرع فيها مختلفة. يعني إيه؟ الزراعة الكثيفة المساحات بتبقى صغيرة والإنتاج بتاعها بيسد حاجة السكان بس. لكن الزراعة التجارية لأ، بتتزرع في محاصيل كبيرة والإنتاج بتاعها بيبقى هدف الإنتاج التجاري، يعني بيسد حاجة السكان وبيتبقى كمان عشان نبيع منه. عندك مثلا الزراعة الكثيفة ما بتقدرش تعتمد على الآلات. ليه؟ لأن الحقول صغيرة. في الزراعة التجارية والعلمية بتعتمد على الآلات. ليه؟ لأن الحقول كبيرة. طيب الزراعة الكثيفة بتزرع قمح وأرز وقطن. الزراعة العلمية بتزرع مطاط وقمح وقطن وشاي. طيب ايه اللي اتكرر؟ اللي اتكرر عندنا القمح والقطن. شفت، احنا عملنا مقارنة سريعة ما بينهم هما الاتنين. منطقة الأورال من المراكز الصناعية في إقليم. انت عندك جبال اسمها جبال الايه؟ اسمها جبال الأورال. جبال الأورال ديت منطقة صناعية أو إقليم صناعي من أهم الأقاليم اللي موجودة في العالم كله. طيب تبع إيه بقى الإقليم بتاع الأورال دوت؟ يعني أنا دلوقتي لما أجي أشوف الأورال أختاره من أي حتة موجودة عندنا؟ هتختاره من الإقليم اللي هو تبع روسيا وأوكرانيا. تبع روسيا ومين؟ روسيا وأوكرانيا تبعهم جبال الأورال ومعاهم موسكو وما حولها. بعد كده عندك أول دولة في العالم بتنتج النحاس. هو هنا مش عايز هي أنهي دولة، هو بيقول لك هي الدولة دي في أنهي قارة. طيب هي الدولة اسمها دولة تشيلي. اسمها إيه؟ تشيلي. دولة مين؟ دولة تشيلي. طب طالما قلنا تشيلي تبقى في أمريكا الجنوبية. في أمريكا الإيه؟ الجنوبية. طيب مقارنة بقى لذيذة ما بين دولتين، واحدة منهم دولة نامية والتانية دولة متقدمة. الدولة النامية هنا قصدنا نيجيريا، والدولة المتقدمة هنا قصدنا إنها المانيا. المقارنة هتكون عبارة عن المقارنة هيسألك عن العاصمة، هيسألك عن نوع الغابات، إيه هي اللي الدولة دي بتستورده من مصر. طيب نبدأ بالعاصمة. عاصمة نيجيريا هي مدينة إيه؟ عاصمة نيجيريا هي المدينة اللي بنسميها مدينة أبوجا. مدينة إيه؟ أبوجا. يبقى دي أول حاجة. نوع الغابات اللي بتكون موجودة، الغابات هنا غابات استوائية ومدارية. يعني غابات استوائية وغابات ايه؟ مدارية. نيجيريا دي بتشتري ايه من مصر او بتستورد ايه من مصر؟ نيجيريا هتستورد من مصر عندنا حاجات مهمة جدا. زي ايه؟ زي السلع الغذائية، اهمها طبعا الحبوب الزيتية. الحبوب الايه؟ الزيتية. ده اللي نيجيريا بتشتريه من مصر. الدولة التانية هي ألمانيا.
ألمانيا هنا العاصمة اللي بتكون موجودة فيها هي مدينة برلين. مدينة إيه؟ برلين. طيب نوع الغابات اللي موجودة في ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية، والدول الأوروبية المناخ فيها زي ما أنت عارف بيبقى برد شوية معتدل شوية على حسب. طيب تلت مساحة ألمانيا عبارة عن جبال وهضاب. عبارة عن إيه؟ جبال وهضاب طالع فيها أخشاب بنستفيد منها. طيب فالغابات اللي موجودة هناك هما نوعين، الغابات النفضية والغابات المخروطية. يبقى تلت مساحة ألمانيا عبارة عن جبال وهضاب فيها أشجار بنستفيد منها أخشاب. طب الأشجار دي إيه؟ قلنا غابات نفضية وغابات مخروطية. إيه بقى اللي بتستورده مصر من ألمانيا؟ مصر بتشتري من ألمانيا الصناعات الكيميائية، المواد الكيميائية والتفاعلات الكيميائية والحاجات دي مصر بتشتريها من نيجيريا، من ألمانيا قصدي. مصر بتشتري من ألمانيا سيارات. بتشتري من ألمانيا إيه؟ سيارات. مصر بتشتري من ألمانيا الآلات والمعدات اللي بنستخدمها في الصناعة اللي موجودة عندنا. طيب نسبة صحة العبارة الآتية: واجهت الهند المشكلة السكانية بسياسة تنموية مختلفة. يعني إيه؟ يعني معظم الدول لما بتواجه مشكلة الزيادة السكانية أول حاجة بتجري عليها مشكلة إنه يمنعوا الزواج المبكر، يحددوا عدد الأسرة، ميخلوش الناس إن هي تخلف كتير. لكن سياسة الهند مع الموضوع دوت إن هي اهتمت بتطوير التعليم والبحث العلمي، فده طور الزراعة وطور الصناعة. يعني هي عندها ناس كتير متعلمة، البحث العلمي عندهم كويس جدا، ناس فاهمة، قدرت تعمل زراعة قوية وصناعة قوية. وضح العلاقة بين المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة والسيارات. احنا قصدنا على أنهي من المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة؟ هو المطاط. هو مين؟ المطاط. ايه علاقة المطاط بالسيارات؟ نستخدم المطاط في صناعة إطارات السيارة، دي علاقتهم الاتنين. الجزء التاني من الامتحان المفضل عند الجميع وهو التاريخ. صوب ما تحته خط. القضاء على الإقطاع من إنجازات ثورة 23 يوليو في المجال الاجتماعي. ليه بقول في المجال الاجتماعي؟ لأن هنا المجتمع متقسم لطبقتين، طبقة اللي هي الطبقات اللي مستفيدة من الإقطاع اللي بتمتلك كل الأراضي الزراعية، وطبعا ما بتمتلكش حاجة خالص. يبقى هو ما كانش في المجال السياسي، ده هو الإقطاع دوت كان بيضر المجال الاجتماعي. أحدثت إسرائيل ثغرة في منطقة الدفرسوار بمساعدة إنجلترا. طبعا لأ، دي كانت بمساعدة أمريكا. أمريكا هي اللي خدت الصور من الأقمار الصناعية وراحت بعتتها على طول على إسرائيل، فإسرائيل عملت الثغرة. أسفرت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي اتسمت بالسرية عن توقيع اتفاقية اسمها اتفاقية الجلاء. لأ ركز معايا، الاتفاقية السرية والاجتماع السري اللي حصل ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اللي ترتب عليه توقيع اتفاقية، مش اتفاقية الجلاء خالص، لأ ده اتفاقية مهمة جدا جدا اسمها اتفاقية أوسلو. اسمها اتفاقية إيه؟ أوسلو. طيب ساهمت الشبكة الدولية للمعلومات اللي هي الإنترنت يعني ومواقع التواصل الاجتماعي في ثورة 23 يوليو 1952. لا طبعا وقتها كده ما كانش فيه نت أساسا، لكن النت شارك في أنهي ثورة؟ في ثورة 25 يناير من سنة 2011. 25 يناير إيه؟ 2011. الإدارة المحلية في مصر تدخل ضمن عناصر السلطة القضائية، يعني الوحدات المحلية والناس اللي هي شغالة في الحي والموضوع ده. الناس دي سلطة قضائية؟ الناس دي بتحكم ما بين الناس؟ لا. طب الناس دي سلطة تشريعية ينفع إنها تحط قوانين؟ لا. يبقى الناس دي سلطة إيه؟ تنفيذية. سلطة إيه؟ تنفيذية. قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار. المبادرة اللي كانت عايزة توقف إطلاق النار وتوقف الحرب ما بين مصر وما بين إسرائيل كانت أثناء حرب أكتوبر. فركز بقى معايا، قول لي أنت مبادرة روجرز كانت عايزة توقف الحرب ما بين مصر وإسرائيل إمتى؟ اللي قال حرب الاستنزاف شاطر جدا جدا جدا. حرب الاستنزاف اللي هي أساسا كانت بعد مرحلة الصمود والتصدي. بعد حرب الاستنزاف هتيجي حرب أكتوبر، فاحنا هنا عندنا حرب الاستنزاف.
ما النتائج المترتبة على البيان الأول لثورة 23 يوليو 1952 لما خرج الرئيس الراحل محمد أنور السادات من مبنى الإذاعة والتلفزيون وأذاع البيان الأول للثورة؟ إيه هو اللي ترتب على الكلام دوت؟ ترتب على الكلام دوت إن أصبح اللواء محمد نجيب مسيطر على جميع قطاعات الجيش المصري. يبقى النتائج المترتبة عليه أصبح اللواء محمد نجيب مسيطر على جميع قطاعات الجيش المصري. ما النتائج المترتبة على عقد مؤتمر كامب ديفيد أدى إلى عقد معاهدة سلام ما بين مصر وإسرائيل. أدى إلى عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل. طيب، وتقول لنا بقى حرية الملاحة، وتقول لنا وقف الحرب ما بين الطرفين وإنشاء علاقات ما بين الطرفين ويبقى في سفارات والقصة دي كلها. أيد بالأدلة صحة العبارتين التاليتين: تعتبر بريطانيا صانعة مشكلة فلسطين. هل بريطانيا هي اللي صنعت مشكلة فلسطين؟ طبعا لو انت مركز معايا وشفت الشرح اللي انا سايبهولك على قناة اليوتيوب، انت مش هتتأكد ان بريطانيا هي السبب في مشكلة فلسطين، انت هتكون 100% عارف ان الناس دي هي السبب في المشكلة. ليه بقى؟ لان بريطانيا هي اللي اصدرت وعد بلفور بداية المشكلة. يبقى ايه الدليل؟ الدليل ان اصدرت بريطانيا وعد بلفور وتوعد اليهود بان هم يعملوا لهم وطن قومي على ارض فلسطين، وبعد كمان ما انتصرت في الحرب العالمية وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وبدأت في تنفيذ وعد بلفور. أيد رفض المجتمع الدولي العدوان الثلاثي على مصر. طبعا احنا عارفين ان دول العالم رفضت العدوان الثلاثي. هنا بقى عايزك تقول لي رفضت ازاي. هتقول لي مثلا والله ان من ضمن العدوان الموقف الدولي، اول واحد وقف العرب الى جانب الجيش المصري، يبقى اول دول اعترضت الدول العربية. 2. هدد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان، يبقى دولة تانية وهي الاتحاد السوفيتي كانت عايزة تتدخل. 3. رفضت الولايات المتحدة استخدام القوة في حل النزاعات. 4. تنديد الأمم المتحدة بالعدوان، يعني 4 دول أو 4 حاجات دولية وقفوا ضد العدوان. ده دليل إن المجتمع الدولي كله رفض العدوان الثلاثي على مصر. منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة ومقرها نيويورك، اكتب ما تشير إليه العبارة. طبعا دي منظمة الأمم المتحدة. قام بتعيين الدكتورة عائشة راتب. الدكتورة مين؟ عائشة راتب. مالها بقى؟ عينها فين؟ عينها وزيرة للشؤون الاجتماعية. طيب احنا هنا مش عايزين نعرف عائشة راتب وكانت وزيرة ايه والموضوع ده، لا، انا هنا بسألك بقولك مين اللي عين الدكتورة عائشة راتب وزيرة للشؤون الاجتماعية؟ هو الرئيس الراحل محمد أنور السادات. طيب السؤال الجاي عندنا بيقول ايه؟ معركة انهزمت فيها القوات الإسرائيلية عندما حاولت احتلال مدينة بور فؤاد. دي المعركة اللي سميناها باسم معركة رأس العش، ودي واحدة من مرحلة الصمود والتصدي. بعدها قامت القوات المصرية بتدمير المدمرة إيلات. بعدها بدأت حرب الاستنزاف اللي استشهد فيها الفريق عبد المنعم رياض، واللي حصلت فيها مبادرة روجرز اللي لسه قايلين عليها من شوية. عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية والغربية، ده اللي مصر عملته سميناه عدم الانحياز. جعلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية واستنزاف مواردها لخدمة بريطانيا. طبعا دي اللي قلنا عليها معاهدة 1936. ورأس الهيئة التي قامت بإعداد دراسة عن أنسب التوقيتات للقيام بالعمليات الهجومية، أنسب التوقيتات علشان نعمل هجوم على إسرائيل في حرب أكتوبر. مين اللي كان مسؤول عن اختيار أنسب التوقيتات يا شباب؟ اللواء الفريق محمد عبد الغني الجماصي. اسمه ايه؟ محمد عبد الغني الجماصي. طيب، وضح العلاقة بين العلامات الحدودية بين مصر وإسرائيل ومحكمة العدل الدولية. هتقولي إن بسبب الاختلاف ما بين مصر وإسرائيل عن تحديد بعض العلامات الحدودية
أدى إلى الاتجاه إلى محكمة العدل الدولية للفصل ما بين الطرفين. منظمة اليونسكو وحفظ التراث الثقافي لمصر. احنا قلنا ان منظمة اليونسكو ليها علاقة كبيرة بالثقافة اللي موجودة في مصر. ازاي؟ لان منظمة اليونسكو ساعدت مصر في الحفاظ على بعض اثارها، زي مثلا معبد ابو سمبل لما نقلته وقت بناء السد العالي وحمته من الغرق. وضح. تعد تعددت الحروب والمواجهات بين إسرائيل والعرب من 48 لحد 1973. استنتج أسباب إغلاق مصر خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية. هنا بقى تقول لنا وجهة نظرك، ليه مصر قفلت خليج العقبة في وش السفن والملاحة الإسرائيلية؟ ليه؟ حتى تمنع عنها كل المساعدات والدعم والمعونات التي كانت تأتي إليها من أمريكا ومن كل دول العالم في الوقت ده. يبقى ده السبب. ما رأيك في الإجراءات التي قام بها الرئيس السادات استعدادا للحرب؟ رأيك إيه؟ أنا أرى إن موقف الرئيس السادات كان موقف صح. موقف صح إزاي؟ لما قام بالقضاء على مراكز القوة، وقام بإعداد الدستور الدائم، وألغى الرقابة على الصحف، وإدى حرية للصحافة، حرية للكلام وحرية للرأي. صح كده. فده كان امتحاننا النهاردة. حلينا محافظة الإسكندرية، بكرة نحل القليوبية. شوف كل الامتحانات هتلاقي الشرح على قناة اليوتيوب. شاركوا مع زمايلك لو استفدت عشان يستفيدوا زيك. أنا مستر كريم عز، وسلام.